لما انتقلوا إلى العنف أصبحوا طرفا معاديا للشعب، لأنه اللي يجبد عليك سلاح ما يمكنش يكون صديق. تخالفني في الفكرة ماشي نناقشك مهما بلغ اختلافنا، لكن إذا تجبد السلاح ما عادش. ربي سبحانه وتعالى منع قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نحن نعتبر هؤلاء بغاة، هؤلاء الذين يمتشقون السلاح، يأخذوا السلاح ويقتلوا جنودنا وحرسنا. هذا الحرس والجيش والديوانة والبوليسية هذا منين جاوا؟ ما هم توانسة كيفنا. مين؟ دولتنا هذه دولة إسلامية، البند فيها تونس دولة مستقلة حرة، دين لغتها العربية ودينها الإسلام. هذا شعب مسلم. الأذان معناها في كل ركن وفي كل حي، فبأي مبرر؟ هذه دار إسلام، تونس دار إسلام، ولذلك ما ثماش حتى حق، ما ثماش حتى عاقل وعنده بذرة من الدين يقول أنه يجوز قتال التونسيين أو قتال دولتهم. هذا تطرف، ولذلك ينبغي أن نقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب. ما خلوش جنود تاريخ تضطرب صفوفنا أو يصيبنا الهلاع نخاف، أو أنه نريد أن نوظف المصيبة. الشعوب الأصيلة لحظة المصائب هي وحدة وطنية، ما هيش لحظة النهضة. نواجه خطرا وسننتصر عليه إن شاء الله، لأن تونس هذه دولة عريقة عندها 5000 سنة. مش سهل باش تقبل الإرهاب، مش سهل باش تقبل تفتيت وحدتها الوطنية. ولذلك أنا ما نشوفش اللي ثم ما يدعو إلى الهلاع، وإنما ثم ما يدعو إلى رباطة الجأش